ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض خبز التورتيه او التورتيلا. الخبز ده بنستخدمه في حاجات كتير جدا. نقدر نعمله سندوتشات، نقدر نعمله شاورما، نقدر نعمله باللحمه المفرومه او حتى بالبطاطس. سهل جدا وسريع وما نقدرش نستغنى عنه، والطريقه هنا سهله وبسيطه وانا هعمله بدقيق صحي. نقول مع بعض الطريقه بسم الله ونبدأ. انا عندي هنا كوبايتين من الدقيق الاسمر، اللي هو الدقيق الكامل، وبحط عليهم كوباية من الدقيق الأبيض العادي. وطبعا بنحط الكوباية من الدقيق الأبيض العادي عشان يبقى متماسك وما يتقطعش مننا. زي ما احنا شايفين هنحط كمان معلقة من اللبن اللي هو البودرة، وكمان هنحط معلقة من السكر، وهنحط نص معلقة من الملح. العيش النهاردة مش هنحط له اي نوع من الخميرة، ولا هنحط له بيكنج باودر ولا خميرة فورية ولا اي خميرة، هنعمله من غير خميرة، هنعمله بالمية المغلية. عندي هنا مية مغلية، بنحط حبة بحبة واقلب ونقلب لحد لما الدقيق يتماسك مع بعضه ويعمل عجينة. طبعا انا مش بعاير المية لان كل دقيق بيختلف عن الدقيق التاني، وخصوصا كمان ان احنا عاملينه بدقيق القمح. الدقيق القمح بيتشرب المية بسرعة، بياخد كمية من المية اكبر. تقدري كمان تعمليه بالدقيق العادي، بس الناس اللي هي بتحب اكل صحي يعملوا اللي هو الدقيق القمح الكامل مع دقيق عادي. وتقدري يعني تغيري النسب، تقدري تحطي كوباية ونص من الدقيق العادي وكوباية ونص من الدقيق الأسمر، أو تحطي كوبايتين من الدقيق الأسمر وكوباية من الدقيق العادي، كل واحد على حسب ما يفضل يعني. بلمه كده بإيديا بعد طبعا ما العجينة بردت شوية، لأن المية مغلية زي ما احنا عارفين، فخلوا بالكم لحد لما بعمل عجينة كده والمها بالشكل ده. بحاول أعجن فيها، وبحاول هحط لها معلقة صغيرة من الزيت علشان العجينة تتلم وتتماسك وتبقى ناعمة. طبعا الدقيق القمح مش هيبقى ناعم قوي علشان نسبة الردة اللي فيه. بلم كده العجينة، هعجن فيها شوية لحد لما العجينة كلها تدخل في بعضها كده وتبقى ناعمة. العجينة دي مش هيبقى فيها يعني جلوتين كتير علشان خاطر الردة اللي فيها. انا بعجن فيها كويس جدا كده، وبعدين بقى بعد ما بلمها كده بالشكل ده بقطع العجينة لكور صغيرة على حسب حجم الرغيف اللي احنا حابينه. طبعا دي تقدري تتحكمي فيها. العجينة دي عملت معايا بتعمل من 8 ل9 ترغفة. بعمل كل العجين كده بالشكل ده. العجين ده مش بيحتاج خمر ولا اي حاجة، لا يعني بنشتغل فيه على طول. يفضل ان احنا نغطي العجين الباقي علشان ما يشققش معانا. وبفرد بقى كده زي ما انتوا شايفين، وببتدي اشتغل في العجينة على طول من غير مخمرها ولا اي حاجة. العيش ده سريع جدا، وحلاوته ان هو مفيهوش اي نوع من الخميرة، ولا بنسيبه يخمر ولا اي حاجة، بنشتغل فيه على طول وبنسويه على طول. بفرد الرغيف بالشكل ده لحد لما يبقى سمكه رفيع، وبحط دقيق علشان اعرف افرد كويس زي ما احنا شايفين كده مع بعض. وبنجيب بقى طاسة على النار اللي هي ما بتلزقش، طاسة الكريب مثلا، وبحطه بقى على نار متوسطة، وبقلب في الرغيف كده من تحت ومن فوق علشان ما يتحرقش وعلشان يستوي كويس من الجهتين. شايفين رغم ان هو ما فيهوش خميرة لكن اتنفخ معانا. واحنا مش محتاجين ان هو يتنفخ لان هو بيتلف السندوتشات، بيتعمل ويتلف عادي. بعد ما بطلع العيش بحطه على فوطة كده واغطيه علشان ما ينشفش. هنستخدم اللي هنستخدمه منه، والباقي نحطه في كيس، وممكن نحطه في الفريزر وتطلعوه قبل ما تعملوا الحاجة بيه. زي ما احنا شايفين العجينة طرية، العيش طري وحلو، وممكن نستخدمه في حاجات كتيرة جدا. الرغيف ده اتحرق مني، لكن الباقي زي ما انتوا شايفين كده حلو جدا. عمل معايا 9 رغفة. حلو جدا في اي اكل. بتمنى الوصفة تعجبكم. لو عجبتكم الوصفة متنسوش لايك وشير.